هل فعلا الإسلام فيه تناقض؟ سؤال ناس كتير بتقوله بس قليل اللي بيدور على إجابة بصدق. خليني أسألك سؤال أهم. أنت تقصد إيه بتناقض؟ يعني آيتين عكس بعض ولا حديث ضد القرآن؟ خلينا نبقوا صريحين. معظم اللي بيقولوا فيه تناقض ما قروش القرآن كامل، ولا فهموا السياق، ولا رجعوا لتفسير، وبيمسكوا آية واحدة وبيبنوا عليها حكم كامل. طب الحقيقة فين؟ الحقيقة إن اللي بيبان تناقض غالبا بيكون واحد من ثلاث حاجات. يا إما جهل بالسياق، يعني آية نازلة في موقف معين تتفهم غلط لو اتاخدت لوحدها، أو فهم سطحي للغة، لأن اللغة العربية مش كلمة بكلمة، المعنى بيتغير حسب الأسلوب، أو جمع بين نصوص مختلفة بدون فهم، زي واحد بيجمع بين قانونين في بلدين مختلفين وبيقول في تناقض بينهم. لكن لما ترجع للعلماء تلاقي إن كل شبهة لها تفسير، مش ترقيع لكن فهم أعمق. طب سؤال مهم، هل ينفع كتاب بقاله أكتر من 1400 سنة واتحفظ بنفس النص وبيتقرا في كل مكان يبقى فيه تناقض حقيقي ومحدش يكتشفه؟ ولا يمكن المشكلة في طريقة فهمك أنت؟ الإيمان مش معناه إنك ما تسألش، الإيمان الصح إنك تسأل وتدور بس بصدق، مش بنية الهجوم. وفي النهاية مش كل حاجة مش فاهمها تبقى غلط، ممكن أنت اللي محتاج تفهم أكتر.